تعالى دوق يا حلو جرب، تعالى دوق خد لك صندوق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال يا رب. معايا النهارده الزيتون التفاحي ده، انا جايبه كيلو مش كتير لان ايه غسلاه كويس. ومعايا ليمون، معايا نص كيلو ليمون بعصر منه هنا في الميه، وهزود ملح وشطه وقشر الليمون ده هنحتاجه برضو مش هنرميه. ودي هريسه شطه كده عاملاها عشان ايه نشوف الكلام ده كده، ونسمي الله حبايب قلبي كده. انا عندي طبعا عصاره ليمون بس مش عارفه اوصل لها الحقيقه يعني، فهنسمي الله كده ونقول يا بركه بسم الله. وهعصر يجي ربع كيلو ليمون كده، يعني ايه قيمه كوبايه. لو بتعصري في الكوبايه هتملي كوبايه كده ايه كبيره. اخلص انا كميه العصر وهرجع. انت طبعا تقدري تعملي الكميه اللي انت عايزاها من الزيتون، بس انا ايه ده وصايه عامله على قد انا كده. هزود 8 معالق ملح، ده 1 2 3 4 5 6 7 8 على حسب برضو نوع الملح اللي انت بتستخدميه. في ملح بيبقى حدقه عالي وملح بيبقى لا. وهتدوقي برضو هتدوبيه كويس جدا. دول رتل ونص من المية، عليهم كوباية من الليمون المعصور، والملح طبعا ما يبقاش قليل عشان ما يهرش الزيتون. تمام كده تدوب بقى 100. هنسمي الله كده. معايا ده ربع كيلو من الليمون، هسيبه من بعضه كده ومقطعاه، والزيتونه زي ما هي مش عامله فيها اي حاجه. تمام زي ما انتم شايفين كده. هنزل عليهم بهريسه الشطه. تمام. معايا كمان كام قرن شطه كده برضه هحطهم بحالهم، مش هقطعهم ولا اي حاجه. تمام شايفين كده، شايفين الجمال والحلاوه. معايا كمان عارفين العصفر، هنحط شويه عصفر كده حلوين وحبه البركه. تمام ده عصفر وحبه البركه. اقلبهم بقى كويس جدا كده. كده جزر حبايب قلبي هبشرها على طول كده. الجزر ده مش بيترمي، بيتاكل عادي. في ناس بتحب تفتح الزيتونه او تدق عليها بحيث ان بقها يتفتح. انا بحبه كده يعني بيقعد اطول كده. خلصت بشر الجزرة. هنقلب بقى كل الكلام ده. شايفين الجمال؟ ايه رأيكم؟ معايا هنا بقى ايه نودي ده كده. هنا المية فيها الملح والليمون، هنحط فيها شوية خل كده يجي نص كوباية اهو. اخر حاجة في الازازة، متخافيش مش هيهرس زيتونة ولا اي حاجة ولا ده
ده بالعكس بيحافظ عليها، خليها ايه تحفة. جربي الطريقة دي ان شاء الله مش هتندمي، وهتبقى احلى مرة تخللي فيها زيتون ان شاء الله. الملح بتاعه مظبوط. هبدأ بقى اجيب البرطمان معايا مغسول ونضيف. وعلى فكرة مش لازم تجيبي مية خالص تغليها وتبرديها والكلام ده، انا بستخدم مية من الفلتر عادي. تمام. هنسمي الله كده، الله بركة بسم الله. هبدأ بقى اعبي كل الكمية في البرطمان. انا زي ما قلت لكم مش عاملة كتير عشان هنا مش كله بيحب النوع ده. انا محدقة معاكم قبل كده نوع تاني اللي هو الزيتون العادي، مش حاطة معاه اي حاجة. تمام. صلوا على النبي كده حبايب قلبي. انا ببقى اعمله لوحده كمان، واول مرة اضيف معاه الليمون كده ان شاء الله يبقى كويس. انا كنت مفكره البرطمان ده يعني هيبقى كويس، مش كبير قوي، بس طلع ايه كبير قوي. كنت عايزاه يبقى ملان بس كده، بس طبعا احنا قلنا مش هنرمي القشر اللي احنا عصرناه. احنا بنرميش حاجه، كل حاجه ولها حاجه، صح ولا ايه؟ هجيب بقى القشر اللي انا استخدمته عصرته كله، هحطه كده على وش البرطمان عشان ايه ما يخليش الزيتون بتاعنا ايه يترفع كده. تمام. شايفين الجمال ده كده؟ شايفين الالوان والطعامه والجمال؟ اللهم بارك. هنا بقى هنعمل ايه؟ هحط شويه زيت، يا سلام بقى لو زيت زيتون، واحط شويه في الميه كمان. شايفينه؟ مش كتير، معلقتين 3 كده بس مش اكتر. هنسمي الله كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الميه بقى ايه تغطيه كده. ايه رايكم؟ شايفين ايه اللي عم على الوش اللي هو ايه القشر الليمون اللي احنا حطيناه بس. تمام. البرطمان طلع كويس جدا، مش كبير ولا حاجة، يعني ممكن ايه بياخد 2 كيلو ايا كان بقى انت هتحط فيه ايه. تمام. ايه رأيك بقى؟ احلى مخلل ممكن تعمليه. جبت كيس بقى زي ما احنا متعودين، حطه كده على وش البرطمان ونقفل بقى كويس جدا. ايه رأيك كده؟ وبكده حبايب قلبي نكون خلصت الكمية. شايفين الجمال والحلاوة؟ اللهم بارك. ان شاء الله الزيتون بالذات يعني من انواع اللي بتاخد وقت في التخليل، يعني ده ياخد له من 3 ل5 شهور على ما يبدأ يكون كويس. يعني ان شاء الله على رمضان بإذن الله هنفتحه ونبقى نشوفه برضو مع بعض. لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتابعيني. وانا بحبكم كلكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.